صدقوا ان الشعر ده عليه كميه جل ضخمه، والجل ده نشف وقدد وعمل طبقه كمان. تعالوا اوريكم ازاي فكيت الجل وخليت الشعر طري ومنفوش كده. ايه هي بقى الجل كاست؟ الجل كاست ديت هي الطبقه اللي بتتكون على الشعر لما الجل ينشف، بتخلي الشعر كده ناشف ومقدد شويه، ودي مش حاجه وحشه خالص، بالعكس دي بتحمي الشعر وبتحافظ على شكل الكيرلي فتره اطول. ازاي بفك الجل كاست؟ بستخدم سيرم او زيت واحط نقطه كده على ايدي كده وادلكه في الشعر، وافضل اعمل كده سكرانش بالراحه لحد ما افك الجل كاست كلها. الشعر هيكون اسهل قوي ان احنا نفكه ونعمله فوليوم، هو اوريدي بيبقى معظمه مفكوك من بعضه، احنا بس نساعده ان هو يفك من بعضه اكتر عشان نعمله فوليوم. في خصه بتبقى ملفوفه على نفسها قوي كده، فنحاول نفكها مع اللي هو اوريدي مفكوك اهو كده. الكيرلي اوريدي فكك من بعضه، فاحنا بنساعده ان هو يفك من بعضه كده ونلفه مع الشكل. عارفه الموضوع ممكن يكون شكله صعب شويه او هياخد وقت طويل، لكن حرفيا الموضوع ده ما بيكملش 10 دقايق عشان الكيرلي اوريدي بيكون عامل فوليوم، بس احنا بنساعده ان هو يعمل فوليوم اكتر. زي ما انتم شايفين الفرق بقى عامل ازاي في خلال كام دقيقه. فكيت الجل كاست وعملت فوليوم في اقل من 5 دقايق.